السلام عليكم. أسعار الأجهزة الكهربائية بقت غالية في الفترة الأخيرة زي ما حضراتكم عارفين، وده اللي خلى بعض العملاء تدور على بدائل زي الفرز التاني اللي بقينا نتسأل عنه الفترة اللي فاتت. ومع إننا مش شغالين فيه لكن حابين نقدم لحضراتكم معلومة عن الفرز التاني. اللي كلنا نعرفه عن الفرز التاني ان الجهاز الكهربائي بيكون فيه خدش او خبطة خفيفة، وده اللي بيخليه يتباع بسعر اقل من ثمنه الحقيقي. لكن موضوع الفرز التاني معقد عن كده شوية. ممكن المنتج اثناء عملية التصنيع يحصل له مشكلة والشركة تشوف ان اعادة تدويره مرة تانية مكلفة جدا على المصنع، وبالتالي يتم اخراجه كفرز تاني. او ان الشركات الكبيرة اللي بتعرض الاجهزة الكهربائية لفترات طويلة بتكون معرضة للخدش او الخبطة، او ان الكرتونة ما تكونش موجودة، وبالتالي بيكون معرض ان هو يخرج كفرز تاني. كل ده مفيش مشكلة والدنيا تمام وبمبي. المشكلة في اللي هنقوله دلوقتي. بعض العملاء لما بيعطل عندهم جهاز كهربائي والعطل ده بيتكرر اكتر من مرة والشركة بتجبر ان هي تاخده وتستبدله لهم، فالجهاز الكهربائي ده بيروح للفرز التاني بعد تصليحه. المشكلة ان ممكن الجهاز الكهربائي ده يتم تصليحه من عيب كبير ومؤثر. الحاجة التانية ان ممكن عميل يكون عنده جهاز كهربائي مغلبه وتعبه وبيصلحه كتير، ويروح لبيعه لتاجر بتاع الفرز التاني، وتاجر الفرز التاني ياخده منه ويصلحه ويعرضه في معرضه. على كل الأحوال، سواء كان الجهاز الكهربائي الفرز التاني العيب بتاعه سطحي زي خبطة أو خدش، أو عيب مؤثر زي موتور أو حاجة كبيرة، فمفيش أي فني هيقدر يحدد المشكلة الحقيقية بتاعته إلا إذا فتحه من الداخل وبص عليه، ومفيش حد هيسمح بالكلام ده. وجي دلوقتي ميعادنا مع سر من أسرار البياعين. حضراتكم لو قررتوا إن أنتوا هتشتروا الفرز التاني وهو ده السبيل الوحيد الموجود قدامكم، يبقى تاخدوا بالكم من الكلام اللي هنقوله وتعملوا بيه. أول حاجة، المكان اللي هتشتري منه قدر المستطاع يكون معروف إنه ثقة ومعروف عنه المعاملة الطيبة. الحاجة التانية، الجهاز اللي هتشتروه يكون معاه فاتورة ضريبية علشان تضمنوا بيها حقكم. الحاجة التالتة، ان الجهاز اللي هتشتروه يكون معاه شهادة ضمان بضمان الشركة المصنعة مش التاجر، علشان تضمنوا بيه ان الجهاز مش بقاله فترة كبيرة في السوق، ولو حصل اي عطل او قطعة غيار تلفت ان الشركة المصنعة هتيجي تغير قطعة الغيار بقطعة اصلية. وبلاش موضوع ان الجهاز بضمان التاجر 6 شهور او بضمان التاجر سنة. الحاجة اللي بعد كده، لما حضراتكم تاخدوا الجهاز وتروحوا بالبيت كلموا الشركة المصنعة علشان تعملوا بلاغ تركيب ويبعتوا لكم فني، والفني هيقول رأيه بمنتهى الحيادية عن رأيه في المنتج إن كان في مشكلة أو سليم. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.